بسم الله. السلام عليكم يا جماعة. أنا إسلام، ودي قناة إيجي أوتوميشن. حلقتنا النهاردة هنشرح إزاي نعمل بوت ياخد منك صورة ويرجع لك النص اللي جواها في ثواني. يا ريت لو أول مرة تشوفنا تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان بننزل كل يوم شرح جديد. يلا بينا نبدأ ونعمل ورك فلو جديد من الصفر، وهنمشي خطوة بخطوة. أول حاجة هنضيف تيليجرام تريجر. التريجر ده هو اللي بيبدأ الورك فلو بتاعنا لما تجيله رسالة. طبعا لازم الأول تروح على تيليجرام وتكلم البوت فاذر عشان تعمل بوت جديد وتاخد منه التوكن. أنا بالفعل عامل بوت ومجهزه، هعمل كريدنشال جديدة وهفط التوكن وأعمل سيف. لو شغلته في وضع الاختبار تيست مود ورحت على البوت بتاعي وكتبت هلاقي الداتا وصلت هنا في 8 and 8. كده يبقى البوت بتاعي اتربط بالورك فلو ده. تمام، كده احنا اتأكدنا ان الورك فلو متوصل بالبوت. الخطوة اللي بعد كده اني عايز لما ابعت له صورة ياخد الملف بتاع الصورة ده. عشان كده هنضيف نود تانية من تيليجرام، بس المرة دي هنختار get file. هنا هيطلب مني حاجة اسمها file ID. طيب اجيب الفايل ID ده منين؟ لازم الأول أرجع للتريجر وأعمل له deactivate وأرجع أشغله في وضع الاختبار تاني، وأروح على التليجرام وأبعت صورة الفاتورة اللي عايزين نطلع منها البيانات. لما أبعتها الداتا هتظهر عندي في التريجر. دلوقتي أقدر أعمل activate لنود الجت فايل تاني وأنفذ البريفيو نود. الداتا اللي جت من التريجر بقت موجودة في الانبوت بتاع الجت فايل. دلوقتي بكل بساطة أقدر أسحب الفايل ID من الانبوت وأحطه في الخانة بتاعته. لو عملت تيست دلوقتي هلاقي معلومات الملف اللي من خلالها نقدر نعمله داونلود. دلوقتي احنا معانا بيانات الملف ومحتاجين نعمل له داونلود ونقرا الكلام اللي جواه. مش هنستخدم نود كود للداونلود، لا، احنا هنستخدم نود HTTP request. هنا هنختار الميثود تبقى post، وهنحتاج موقع بيدينا خدمة API عشان تستخرج الكلام من الصور. الخدمة دي اسمها OCR. في موقع ممتاز ومجاني اسمه ocr.space. هتدخل على الموقع ده وتدوس على Free OCR API وتنزل تحت وتعمل تسجيل عشان تاخد API key مجاني. الموضوع بسيط، بتدوس subscribe وبتاخد الكي. هتاخد اللينك بتاع ال API من صفحة الدوكيومنتيشن بتاعتهم وترجع للورك فلو بتاعك وتحطه في خانة ال URL. بعد كده هتفعل ال send headers وتكتب في أول خانة API key، وفي الخانة التانية هتروح تجيب الكي اللي وصل لك على الإيميل وتعمل له بيست هنا. تمام، بعد ما حطينا ال API key هننزل تحت عند البودي ونفعل send body ونختار form data. هتضيف حقل جديد. في خانة النيم هتكتب base 64 image، وفي خانة الvalue هتسحب الداتا بتاعة الصورة من الget file node. وبعدين ممكن تضيف حقل تاني اسمه language وتكتب فيه ENG عشان تحدد لغة الفاتورة. دلوقتي لو عملت التست ستيب هتلاقي ال API رجعت لك بكل الكلام اللي قريته من الصورة. بعد كده هنضيف code node. وظيفة الكود ده إنه ياخد الكلام اللي مش منظم اللي طالع من الصورة ده وينظفه ويطلع لنا البيانات المهمة بس في شكل منظم. ممكن ببساطة تاخد سكرين شوت من الكود اللي أنا كاتبه ده وتروح لتشات جي بي تي وتقول له يكتب لك كود زي بالضبط وهيديهولك جاهز. لو عملت تيست دلوقتي للكود هلاقي كل المعلومات اللي محتاجها من الفاتورة طلعت لي بشكل منظم وجاهز. الخطوة الجاية هي إننا نخزن البيانات دي في جوجل شيتس. هنستخدم نود جوجل شيتس وهنختار عملية append row عشان نضيف صف جديد. طبعا لازم تكون مجهز ملف جوجل شيت عندك. بتروح على حسابك في جوجل وتعمل ملف جديد. أنا هنا مجهز واحد. الكود اللي فات طلع لنا أسماء الحقول اللي محتاجينها زي invoice number، total amount وهكذا. هتاخد الأسماء دي كوبي وتروح على ملف الجوجل شيت بتاعك وتعمل لها paste في أول صف عشان تبقى دي أسماء الأعمدة بتاعتك. بتعمل كده لكل معلومة مهمة عايز تسجلها من الفاتورة. بعد ما تجهز الشيت بتاعك وتخلي شكله كويس بنرجع للورك فلو. دلوقتي هنرجع لنود الجوجل شيتس في الورك فلو. أول حاجة لازم تختار حساب جوجل بتاعك اللي عليه الشيت. بعد ما تختاره
هتلاقيه قرأ كل الملفات اللي عندك. هتختار الشيت اللي انت عملته بتاع الفواتير وتختار الشيت 1. هتلاقيه اوتوماتيك قرأ أسماء الأعمدة اللي انت لسه كاتبها. دلوقتي كل اللي عليك تعمله هو إنك تسحب كل معلومة من الأوتبوت بتاع الكود نود وتحطها في الخانة بتاعتها. يعني تسحب رقم الفاتورة تحطه في خانة رقم الفاتورة والمبلغ في خانة المبلغ وهكذا. بعد ما تخلص بتعمل تيست ستيب، وبكده هتلاقي صف جديد انضاف في الجوجل شيت بتاعك بالبيانات دي، وهتلاقي اوتبوت جديد طالع من النود دي نفسها. تمام؟ الخطوة اللي بعدها إني عايز أحتفظ بصورة الفاتورة الأصلية نفسها وارفعها على جوجل درايف عشان لو العميل أو أي حد حب يرجع للأصل. هنرجع نضيف نود get file تاني من تليجرام، وهناخد الفايل ID من التريجر الأصلي خالص اللي بدأنا بيه. طبعا أنا ظاهر عندي أكتر من واحد لأني بعت كذا صورة وأنا بجرب، بس أنت هتاخد آخر واحد. هتعمل تيست عشان تتأكد إن الملف جه معاك. دلوقتي هنضيف نود جوجل درايف عشان نرفع الملف ده. العملية اللي هنختارها هي upload، وهنفعل خيار binary data، وهنسمي الملف اسم مميز مثلا invoice dash، وبعدها نستخدم كود بسيط عشان نضيف تاريخ اليوم عشان كل فاتورة يبقى ليها اسم بتاريخها. بعد ما سمينا الملف لازم نختار حساب جوجل درايف بتاعنا أو نعمله ربط لو أول مرة. بعدها نختار الفولدر اللي عايزين نحفظ فيه الفواتير. أنا عندي فولدر مجهزه للموضوع ده. بعد ما اختاره هضغط تيست ستيب. لو نجحت هلاقي معلومات كتير طلعت لي في الاوتبوت. من ضمن المعلومات دي في لينك مهم جدا، وهو اللينك اللي اي حد يقدر يدوس عليه عشان يشوف صورة الفاتورة اللي لسه مرفوعة. لو خدت اللينك ده وفتحته في المتصفح هلاقي صورة الفاتورة ظهرت كده. تمام قوي. نكمل بقى. الخطوة اللي بعد كده اني عايز اجهز البيانات عشان اديها للاي اي ايجنت. هنا هنضيف نود اسمها edit fields أو set. وظيفة النود دي إننا بنجمع فيها شوية معلومات محددة عشان نديها لل AI agent بشكل منظم. فأول حقل هنسميه مثلا invoice name، وهنسحب اسم الملف اللي عملناه في خطوة الجوجل درايف. في الحقل التاني هنسميه invoice information، وده هنحط فيه كل المعلومات اللي طلعناها من الفاتورة عن طريق ال HTTP request والكود نود. يعني هنسحب البارست تكست اللي طلع من ال OCR API. بعد ما نعمل كده هندوس تيست ستيب. دلوقتي بقى معانا اوتبوت فيه اسم الفاتورة وكل المعلومات اللي جواها في مكان واحد. كده احنا جاهزين ندخل على مرحلة الذكاء الاصطناعي. دلوقتي هنضيف أهم نود في الورك فلو بتاعنا، وهي AI Agent. أول ما تضيفها لازم توصلها بموديل. هنا هنستخدم OpenAI. طبعا لازم تعمل credentials جديدة وتربط حسابك بتاع OpenAI عن طريق ال API Key. أنا شارح الموضوع ده في فيديوهات كتير قبل كده. الموضوع سهل. بعد كده بنضيف للإيجنت ده ذاكرة ميموري عشان يقدر يفتكر سياق الكلام. هنختار Window Buffer Memory، وفي خانة الميموري كي لازم نرجع للتريجر الأصلي خالص ونسحب منه الشات ID. ده بيخلي الإيجنت يفتكر كل محادثة لوحدها. تمام. دلوقتي نرجع لإعدادات ال AI Agent نفسه. هنا في الانبوت بتاع ال AI agent هنسحب المعلومات اللي جهزناها في نود ال edit fields اللي فاتت، اللي هم ال invoice name وال invoice information، وهنكتب فوق كل واحدة اسمها عشان ال AI يفهم. الجزء الأهم بقى هو ال system message. دي الرسالة اللي بنعرف بيها ال AI هو المفروض يعمل ايه بالظبط. انت ممكن ببساطة تاخد سكرين شوت من شكل الفاتورة بتاعتك وتروح لتشات جي بي تي وتقول له انا عايزك تعمل لي سيستم مسج ل AI agent عشان يحلل الفاتورة دي ويطلع لي البيانات الفلانية، وهو هيكتب لك رسالة ممتازة. انا هنا مجهز رسالة طويلة شوية بعمل لها بيست. الرسالة اللي جبتها من شات جي بي تي دي محتاجة شوية تعديلات. أنا عايز ال AI agent لما يرد عليا يحط لي البيانات الحقيقية من الفاتورة، عشان كده هستخدم المتغيرات. هروح على الأوتبوت بتاع نود الجوجل شيتس اللي فيها البيانات منظمة، وأبدأ أسحب المتغيرات وأحطها في السيستم مسج. يعني هاجي عند جملة مبلغ الفاتورة هو، وأحط جنبها المتغير بتاع الانفويس اماونت، وهاجي عند تاريخ الاستحقاق وأحط المتغير بتاع الديو ديت، وهكذا لكل البيانات. أهم حاجة إني عايز أحط له رابط الفاتورة اللي رفعناها على جوجل درايف.
هروح للأوتبوت بتاع نود الجوجل درايف واسحب المتغير بتاع الويب فيو لينك وأحطه في الرسالة. تمام. بعد ما حطيت كل المتغيرات هقول له في آخر السيستم مسج الأوتبوت بتاعك لازم يكون نص بس بالمعلومات دي. دلوقتي لو عملت تيست لل AI agent المفروض يطلع لنا في الأوتبوت الرسالة النهائية اللي هتتبعت للعميل وفيها كل البيانات صحيحة ومكانها مظبوط. زي ما انتوا شايفين الرسالة طالعة ممتازة. خلاص، آخر خطوة خالص هي إننا نضيف نود تليجرام تانية، بس المرة دي عشان نعمل send a message هنختار send a text message. بالنسبة للchat ID لازم نرجع للتريجر الأولاني خالص ونسحبه من هناك عشان الرسالة ترجع لنفس الشخص اللي بعت الفاتورة. أما بالنسبة للنص نفسه text هنسحبه من الأوتبوت بتاع ال AI agent. كده كل حاجة جاهزة. دلوقتي نقدر نعمل اختبار للورك فلو كله على بعضه. هعمل دي اكتيفيت للتست مود وارجع اشغله تاني عشان يبدأ يستقبل من جديد. دلوقتي هروح على التليجرام، هختار ملف الفاتورة اللي هو الصورة واعمل له بيست في الشات بتاع البوت وادوس سند. اللي هيحصل دلوقتي كالتالي: الورك فلو هيستقبل الصورة، هيعمل لها داونلود ويبعتها للOCR API عشان تقراها، وبعدين هينظم البيانات في الجوجل شيت ويرفع نسخة من الصورة على جوجل درايف، وبعدين يدي كل المعلومات دي لل AI agent عشان يحللها ويكتب الرسالة، وفي الآخر يبعت لي الرسالة دي على تليجرام. تمام، زي ما انتوا شايفين الرسالة وصلت، بتقول لي شكرا ومبلغ الفاتور الإجمالي كذا وتاريخ الاستحقاق كذا، وبتقول لي إن الفاتورة الأصلية اتضافت لجوجل درايف وحاطة ليا لينك اسمه Invoice Database. لو دوست على اللينك ده هيفتح لي صورة الفاتورة الأصلية اللي أنا لسه باعتها واللي اتحفظت في جوجل درايف. دي كانت كل العملية. كده شفنا إزاي قدرنا نستخدم صورة ونستخرج منها المعلومات ونبعتها للتليجرام. جربوا الورك فلو ده بنفسكم وشوفوا ازاي هيشتغل معاكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير، واشوفكم في الفيديوهات الجاية.